السلام عليكم. النهارده هنعمل المكشكش الترند اللي قالب الدنيا، وهتطلع معانا قمر وجامده بالشكل ده. شجعوني باحلى لايك ويلا نسمي بسم الله. معايا نص كيلو من الجلاش، اكون جايباه طازه. هقسمه نصين وهدهن صينيه او بايركس بالزبده كويس قوي من الجناب وكلها هدهنها كويس قوي، وهضيف عليها ورقتين من الجلاش وادهنهم بالزبده كويس قوي. طبعا بقص الجلاش على قد الصينيه اللي انا بستخدمها. لو الجلاش قد الصينيه ما بقصهوش، يعني لازم يبقى مقاسها كده. كل طبقتين هدهنهم بالزبده، باخد نص ورق الجلاش واستخدمه في اول طبقه. ادهن بقى كويس قوي زبده او سمنه الموجوده عندي. هعمل الحشو كوبايه من اللبن، عليها كيس من الكاستر. لو ما عنديش كاستر ممكن استخدم معلقتين كبار من النشا ومعلقه كبيره سكر. طبعا مش حاطه سكر زياده لان انا هحط شربات عشان المكشكشه بتبقاش تقيله. وهضيف عليها كيس من الفانيليا صغير واقلب بقى مع بعض كويس قوي. هرفعهم على النار وهضيف عليهم معلقه من الزبده. الزبده بتدي طعم وريحه حلوه قوي. اول ما يبتدي القوام بتاعها يتقل كده ويبقى كريمي هرفعها من على النار على طول بالشكل ده. هظبط بقى الصينيه بتاعتي كده، هشيل الزيادات اللي في الجناب. بحط الحشوه كده وافردها كويس قوي، بس ما طلعهاش على الحرف كده على الجناب قوي عشان ما تتحرقش مني. وباقي نص الجلاش بعمله بكشكشه بالشكل ده. واحطه على الحشوه واظبط بقى ايه، اقصه بمقص او بسكينه، خليه على قد الصينيه بالظبط. واكرر نفس الخطوه، كل الطبقات اللي بحطها دي برصها جنب بعضها كده والزقها في بعضها. لازم ابقى ملزقاهم في بعض كويس قوي. عملت معاكم اصابع الجلاش الحلو، عملت معاكم طرط الكنافه بالفراوله، عملت معاكم كنافه الموز والقرفه. هسيب لكم الطريقه بتاعتهم في اخر الفيديو. طريقه سهله قوي. طعمها بيبقى تحفه، جربوها اعملوها لضيوفكم بتبقى حلوه قوي في التقديم. اعملوها لاولادكم حاجه كده جامده قوي. اهم حاجه اللي انا احط كل الورق الزقه جنب بعضه عشان تدينا في الاخر الشكل اللي هتشوفوه في الاخر. كده خلصنا كل الطبقات. هكون مسيحه سمنه او زبده وهدهن بقى الورق بتاع الجلاش كله كويس قوي. بالخطوه دي مهمه جدا عشان الجلاش يبقى مقرمش كده وياخد اللون الذهبي. لازم ادهنه كويس قوي بالزبده. ادهن كل الورق بتاع الجلاش بالزبده كويس قوي. اكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هحطه على الشبكه اللي في النص. اول ما ياخد لون من الجناب هشغل الشوايه يعني ثانيه كده، هلاقيه خد لون على طول. هيطلع معايا قمر بالشكل ده. اكون عامله الشربات كوبايتين سكر، كوبايه ميه، نص ليمونه. يا دوب بعد ما يغلي 5 دقايق كده بطفي عليه بسيبه يبرد خالص. يطلع بقى الجلاش سخن. اسقيه بالشربات بقى وهو بارد بالشكل ده. لو عندي بقى مكسرات، عندي سوداني، عندي جوز الهند، برش على الوش كده. بقطعها بقى بالسكينه بالشكل ده. بصوا بقى حاجه جامده قوي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني.
بصوا الشكل عامل ازاي. جامده قوي. باي باي.